عليكم، مرحبا بكم. كي راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشاهدوا في لا فيديو تاع اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم كالعاده دائما مع الحلويات ولي كوموند، وربي يرزقنا ويرزقكم من ابوابه الواسعه ان شاء الله. رانا اليوم غادي نخدم كوموند نتاع صابلي بذوق البخاليني. صابلي هذا يجي بزاف بنين وان شاء الله يعجبكم الوصفه، تابعوا معايا للاخير. عندي هنا بالنسبه للمكونات عندي 250 غرام نتاع زبده، عندي هنايا نص كاس نتاع سكر كلاص، ونص كاس نتاع مايزينا، وكاس نتاع كاوكاو محمص ومطحون كاس معمر، وعندي زوج مغارف كبار نتاع كاكاو البني اللي تجيب لنا تاع شابه والريحه تاع انونتو شابه، وعندي هنايا حبه بيض كامله مع صفار بيضه، راني حاطه هنا حبه بيض كامله ومعها صفار بيضه. وراح نحتاج نص باكي نتاع خميره الحلويات، تنجموا تعبروا بمغرف صغير. وغادي نخدم بهذا الطابع. وبالنسبه للطابع تنجموا تخدموا باللي عندكم، ما تقيدوش بالطابع اللي غادي نحطه هنايا، تنجموا ديروا اي طابع عندكم. ونلموه بالفارغ. نبداو على بركه الله. نحط هنايا السكر نغربوه مليح، ونزيد البيض، ونزيد هنا نسيت ما قدمتش معكم مغرف صغيره نتاع لافاني نحطها مع البيض، ونخلط كاع هاد المكونات. هنا بعد ما خلطنا البيض مع السكر والزبده خلطناهم مليح تيولوا عندنا كريمه، نزيد هنا الكاوكاو مع الكاكاو والمايزينا، خلط كل شيء في رحبه، خلطهم كاع مليح. هنا بعد ما خلطنا كاع المكونات مليح نلمو بالفرينه، نحطوا الفرينه بالتدريج ونخلوا العجينه تاعنا طريه باش الكاطو تاعنا تجي شابه، الشكل تاعها شباب وتجي هشه وطريه. ونزيد هنا نص باكي نتاع خميره الحلويات، فوالا، ونلمو العجين تاعنا. هذا هو العجين تاعنا. بعد ما لميناه راح نحطه هنا في كيس بلاستيكي ونحلوه بالحلال. نطبع هنا العجين تاعنا كاع بهذا الطابع اللي وريته لكم. هنا راني دايره الفرن يسخن على نار متوسطه، نحط الكاطو طيب بعدين نعاود نولي معاكم. بعد ما كملنا مع الصابلي، بالنسبه للكميه تاع الصابلي درت لي 37 حبه. نمر مباشره نخدموا الكريمه بذوق البراليني. عندي هنايا 150 غرام تاع زبده، اللي ما عندهاش الميزان ديري زوج مغارف كبار معمرين تاع زبده، وعندي هنا نص كاس تاع زيت مع 100 غرام نتاع حلوه الترك حلوه الشاميه، وعندي هنا زوج كيسان نتاع سكر كلاص. نبداو على بركه الله. نحط هنا نص كاس نتاع الزيت ونزيد معاه زوج كيسان تاع سكر كلاص، ونطلعوا الكريمه تاعنا بالباتر. نزيد هنا ذوق البراليني، نديرو قد مغرف صغيره، ونفتت معاها حلوه الترك. هنا بعد ما طلعنا الكريمه تاعنا نحطها في الثلاجه مده 10 دقائق او 15 دقيقه، من بعدها نسقوا بها الكاطو. بعد ما شدت عنا الكريمه شدت روحها، عمرتها هنا في لابوش، نروح مباشره للسق الحبات نتاع الكاطو. نحاولوا نديروا بكميه مليحه باش الكاطو تاعنا تجي بنينه. نسقموها بهذا الشكل باش الكلاصاج تاعنا يجي شباب.
هنا بعد ما لصقنا الصابلي تاعنا ذوبت هنا شوكولا فيجيكا دادا فيجيكا بالحليب. راح نزيد لها قد مغرف كبيره تاع زيت نطلي بها الكاطو تاعنا. نطلي الحبات تاع الصابلي نخلوهم ينشفوا بعد نزينوه. بعد ما نشفت عندنا الشوكولا نحكم هنايا الشوكولا هنا تاني درتها في لابوش. الشوكولا اللي تديروا بها زيكزاك ما تزيدولهاش الزيت. وغادي ندير هنا زيكزاك نديرو غير شويه. نجيب هنايا بندق قسمت الحبه على زوج نحط حبه كيما هكا نقسمها على زوج ونحطوها بهذا الشكل. نزيد نكمل بنفس الطريقه. هنا بعد ما كملنا التزيين نزيدو هنايا الورقه الذهبيه غادي نحطها هنا بهذه الطريقه كتزيين. هذا الشكل تاع الكاطو تاعنا بعد ما كملته. شوفوا الشكل تاعه النهائي خرج بزاف شباب. هذا هو الصحن التقديم وهذه هي الكاطو تاعنا. وان شاء الله تعجبكم الوصفه وتجربوها. شوفوا الكاطو خرج بزاف شباب. حلو حابه تشوفوها من الداخل. شوفوا هنا الصابلي تاعنا يتفتت غير روحه. وهذا الكريمه يجي بزاف بنين ويجي يدوب في الفم. نتمنى تجربوه. وفي الاخير بقى لي نقولكم الى اللقاء مع وصفه اخرى ان شاء الله. سلام.